السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا مش قادر أفكر في نفسي، بس أنا برضو موضوع المنتخب ده واكل مني كتير قوي. فأنا كنت عاوز أقول طريقة لو حسام لعب بيها. أنا كنت قايل طريقة الفيديو اللي قبل كده، بس فكرت في طريقة تانية هتبقى أحسن، بس هتيجي على حساب محمد هاني. ومحمد هاني من أحسن اللعيبة اللي لعبت في كأس العالم في منتخب مصر، وما يقلش حاجة عن أحسن لاعب باك يمين. أنا عندي هو بعد الواد بتاع المغرب أشرف حكيمي. ويكفى ان الدكتور الامريكي اللي كشف عليه بعد المباراة قال لك ان كان عنده ارتجاج شديد في المخ، والهدف اللي سجله ده كان بسبب الارتجاج، وكان ممكن اللعيب ده يحصل له حاجة في الملعب وربنا ستر عليه. فهتيجي على حساب محمد هاني علشان احنا ما عندناش باك شمال. يلعب بثلاثة ورا، اولهم حسام عبد المجيد وتانيهم رامي ربيعة، ويلعب معاهم واحد اسطوبر ورا، يا حمدي فتحي يا ياسر ابراهيم، بس يا ريت يكون حمدي فتحي. يبقى كده 3 ورا، 3-5-2 او 3-4-3. 3-4-3 احنا كده جبنا 3 ورا. وهيلعب هيثم حسن وينج باك يمين، وهيلعب تريزيجيه وينج باك شمال، وهيلعب الاتنين في النص. مروان عطية احسن لاعب المباراة اللي فاتت، وهيلعب جنبه مهند اللي يعتبر ملوش بديل من اللي شفناه المباراة اللي فاتت. حمدي فتحي خلاص، حمدي فتحي فقد الشغف او نسي الكورة في قطر، ولو لعب باسطوبر ورا ما بيبقاش عليه ضغوط زي ما بيلعب في نص الملعب، ما بيكتشفش يعني. يبقى كده كام؟ 3 ورا وقدامهم 4، يبقى 3-4. قدام ال4 امام عاشور ماشي، هيبقى قدام مروان ومهند لاشين، وهتلعب 2 راس حرب. هتلعب 2 راس حرب. لو لعبت مرموش راس حربة ومعاه صلاح، لان صلاح بقى يمة اليمين الدنيا مش مظبوطة معاه. ولو صلاح يعمل ثنائية مع امام عاشور، امام يخش معاه راس حربة تاني وصلاح ينزل لتحت صانع لعب، المهم دي تتظبط مع بعض. ولو ما لعبتش مرموش راس حربة ولعبت حمزة عبد الكريم راس حربة مع صلاح، وعاوز تلعب مرموش وينج باك شمال مكان تريزيجيه، مفيش مشكلة، هما الاتنين زي بعض هو وتريزيجيه. بس ممكن مرموش يكون ربنا ايه مش كاتب له التوفيق في المباراة اللي فاتت. بإذن الله ربنا يكتب له التوفيق المباراة ديت، ويكون هو صاحب هدف الفوز. ومصر بإذن الله تعالى بالطريقة دي لو اتقدمت 1-0 بإذن الله هنقدر نحافظ على المكسب. بإذن الله نقدر نحافظ على المكسب بإذن الله تعالى. نقدر نحافظ على المكسب ازاي؟ ان انت هتشيل واحد من المهاجمين قدام كمروان، كالواد حمزة عبد الكريم او صلاح، وتنزل محمود صابر في نص الملعب، بدل ما بيلعبوا 2 سرة ميزان في الملعب، مروان ومهند، يبقى معاهم الواد محمود صابر او دونجا، ونلعبهم 4-1 ونقفل وسط الملعب الواحد اللي هو ساعتها ننزل محمد هاني ونلعب 4-4-2 او 4-1. وبإذن الله تعالى التوفيق كله بإذن الله لمنتخب مصر. احنا كشعب مصر احنا عايشين ما يعلم بينا اللي خلقنا هو اللي شايف احنا عايشين ازاي وظروفنا عاملة ازاي. فاحنا محتاجين فرحة بإذن الله تعالى، مع ان في ناس مسؤولين ما تستاهلش الانجاز ده، وبدأوا يطلعوا من الجحور بتاعتهم زي اشرف صبحي يقول لك ده نتاج تخطيط. مين يا راجل؟
يا راجل ده انت يروحوا يخططوا لك على هقول لك فين يخططوا لك فين. واحد زي أبو ريدة ده ما يستاهلش الشرف اللي هو فيه عشان عنده حتة صحفي، ولا ينفع حتة الجورنانجي يدعوا بس للقنوات الفضائية اللي عملت منهم بني آدمين. وانت يا شوبير اللي انت بتستضيفه عندك في القناة هو أحمد جلال، وللأسف هو أهلاوي، بس هو دمه زي دم البق وبيستخف دمه. انت كنت تفيت في وشه يا رامي يا ربيع، كنت تفيت في وشه، كنت تفيت في وشه الحقير اللي ما سواش تعريفه، اللي ما بيعرفش يلبس، اللي ما بيعرفش يتكلم. ابو شخه بقى صحفي وبيسافر دول العالم وبيغطي كاس عالم. الله ما كان وعى المنتخب وصل كاس عالم عشان شويه القبيضه دول اللي بيروحوا بياكلوا عيش وحلاوه، بياكلوا مغات، بياكلوا اكل ما يكونوش يحلموا بيه، وبيطلعوا. وهنا بريدة يقول لك هو الواد اللي معاه المتحدث ده يقول لك خلاص المسامح كريم. يعني هو كان عمل ايه؟ ربنا مسامح. يا راجل يا جدي، يا راجل يا جدي، يا راجل اللي ما عندكش مبدأ، ينتقم منك ربنا ونخلص منك زي ما خلصنا من أشرف صبحي. ينتقم منك ربنا زي ما خلصنا من أشرف صبحي، نخلص منك. أشرف صبحي طالع يفسي قال ويقول لك المجهود بتاعه. مجهود مين يا عم الحاج؟ مجهود مين يا عم الحاج؟ ربنا يريحنا منك ويريحنا من كل الفشلة اللي ما عندهاش ضمير. واسترها ربنا على منتخب مصر، وبإذن الله يا حسام يا حسن ربنا يوفقك ويصلح ما بين ايديك يا رب، ويصلح ما بين ايديك ويحسن ما بين ايديك يا رب، يوفقك وتنجح يا رب نجاح محدش نجحه قبل كده، ولا في منتخب ولا في أندية بإذن الله تعالى. واحنا شفنا الأرجنتين في المتناول، أقسم بالله الأرجنتين في المتناول. الأرجنتين حارس مرمى بتاعهم الموسم اللي فات أو كأس العالم اللي فات، شوفينه كان عامل ازاي في ضربات الجزاء، كان زي الوحش. الحارس المرمى الموجود ده أي كرة بتشط عليه. ويا ريت يا حسام تنبه على مرموش. العب يا مرموش لعبك العادي، وسيبك بقى من الواد زيكو، وسيبك من اللعيبه اللي هي الهلسي بقى اللي بدأت تلعب لنفسها وبدأت تشوف نفسها والكلام ده. تريزيجيه هيلعب زي المخاليق يلعب، مش هيلعب نزل ابراهيم عادل. احنا كده هيثم حسن هو اللي خد الطرف اليمين خلاص، ولا زيزو ولا غير زيزو. هيلعب تريزيجيه زي الناس ما بتقول، زي الكتاب ما بيقول يلعب. هيلعب مرموش نفس القصة يلعب، مش هيلعبه لعب أي حد. عندك إبراهيم عادل موجود، عندك أي حد ممكن توظفه في الحتة دي. لو ما لعبوش يبقى عندك إبراهيم عادل وعندك زيكو، انت خد بالك. وانت كده ما خدتش معاك راس حربة تاني، يبقى يا ريت تبدأ براس الحربة اللي عندك عشان نخلص من الصداع ده. وانا قلبي حاسس ان حمزة عبد الكريم هيسجل ومرموش هيسجل، والله الموفق والمستعان. ويا رب النصر منتخب مصر، وفرحة كبيرة يا رب فرحة من عندك للجماهير المصرية اللي تستحق الفرحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.